هنا بقى هبدا اقول لك سؤال جامد جدا، الا وهو مين احسن للبرين، ان احنا نعمل سيريبرال فازو دايليتيشن ولا سيريبرال فازو كونستريكشن؟ هتقول ايه السؤال الساذج ده بعد اللي انت قلته يا دكتور؟ بما ان الفازو دايليتيشن والكونستريكشن دول هيأثروا لي على الريزيستنت وبالتالي هيأثروا على السيريبرال فلو، فواضح جدا لاي حد حتى مش واخد تخدير لسه في اولى طب هيقول لك ان الفازو دايليتيشن بيزود السيريبرال فلو وده حاجه حلوه جدا للبرين، والفازو كونستريكشن طبعا انا بتكلم على السيريبرال يا شباب هينقص السيريبرال بلاد فلو وده حاجه وحشه جدا للبرين. ده الاجابه الساذجه التقليديه اللي اغلب الناس عايز اقول لك للاسف بيقولوها. معقول؟ والله. هتقولي هي غلط ليه؟ طب ما كلامته زي الفل. اقول لك لا، اغلب الناس بتبص على زاويه واحده للموضوع، لكن احنا الحمد لله بعمين عندنا زوايا اخرى. تعالى اقول لك قصدي ايه في السلايد اللي جاي. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لألماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. في السلايد رقم 11 هنبدأ يا سيدي أعيش معاك واحدة من أهم وأمتع السلايد في عالم السي ان اس، فركز معايا جدا. دايما بحب أفكرك أنا في عنوان إيه؟ أنا بكلمك على موضوع اسمه سيريبرال بلاد فلو ريجوليشن، حلو، وبكلمك على أول عنوان فيه اسمه فاكتور. لسه ما رحتش ناحية العنوان التاني والتالت، بس دايما بحب أحط لك العناوين كلها عشان يبقى أنت عندك مايند مابينج لأي موضوع في الدنيا. عناويني إيه الكلام اللي تحت العناوين، أرتب دماغي إزاي. احنا بفضل الله من اكتر الحاجات المميزه فينا جدا طريقه تفكيرنا ونظامنا. حلو جدا. عامل لك مقارنه هنا يا سيدي ما بين السيريبرال فازو دايليتيشن والفازو كونستريكشن ريجاردنج البوينتس اللي احنا عايزين نبص عليها. اخبار كل واحد منهم على المين ارتيريال بلاد بريشر ايه، على اي سي تي ايه، على السي بي بي ايه اللي هو حسب طرح الاثنين، على السي في ار اللي هو الفاسكولار ريزيستنس بتاع البرين ايه، على السيريبرال بلاد فلو في الاخر ايه. حلو. وفي النص اهو حاطط لك كلام يخص كل ايتم من دول. طب انا ليه اقعد اشوف الايفكت اوف فازو دايليتيشن كونستريكشن على ده ولا ده ولا ده؟ انا كنت بحسب ان هشوف على طول الايفكت على في ار وبالتالي على السيريبرال بلاد فلو. قال لك لا، ما دي اللي انا كنت بقول لك عليه، ده الزاويه الضيقه بتاع اغلب الناس، لكن احنا بنبص على كل الزوايا عشان نعرف نعمل بالانس كويس على البرين بتاع العيان اللي تحت ايدينا. مسؤوليه ربنا حطها في رقبتنا واحنا قدها باذن الله وربنا يكرمنا جميعا. الفازو دايليتيشن والفازو كونستريكشن الايفكت بتاعهم على المين ارتيريال بريشر. هتقول لي بصفه عامه كده الفازو كونستريكشن يرفع الضغط، الفازو دايليتيشن يقلل الضغط. اقول لك استنى، ما تقوليش بصفه عامه. بما ان احنا وحوش فيسيولوجي فاحنا عارفين ان الفازو دايليتيشن كونستريكشن ياثر على الديستوليك بلاد بريشر، صح؟ لكن لما نيجي نحل مثلا معادله المين ارتيريال بريشر، اما اكبر لك الدنيا كده، ان المين عباره عن ديستوليك بلاد بريشر زائد تلت البلس بريشر. طب فك كلمة بلس بريشر هتلاقيه ان هو سيستول ناقص دايستول. فك المعادلة كلها يبقى دايستول زائد تلت سيستول ناقص تلت دايستول. فالمين ارتيريال بلاد بريشر يساوي في الاخر تلت سيستول زائد تلتين الدايستول. حلو جدا. واخد بالك من حاجة؟ تلتين الدايستول يصنعوا المين ارتيريال بلاد بريشر. فانت بما انك فاهم حلو قوي ان الفازو دايليتيشن والكونستريكشن اللي هو الايفكت اوف دايمتر والريزيستنس ده بيأثر على الدايستوليك بلاد بريشر، الكلام ده صح؟ طب مين اللي بيأثر لك على السيستوليك بلاد بريشر؟ الستروك فوليوم. حتى قلت لك الاس مع الاس، ستروك فوليوم هي ديت المين ديبندنت فاكتور اللي بيصنع لك السيستوليك بلاد بريشر. اما الديامتر اوف بلاد فيزل او بيني وبينك اللي هو البريفرال ريزيستنت او السيستميك فاسكولار ريزيستنت هي ده اللي بتصنع لك الدايستوليك بلاد بريشر. طب ماشي. الدايستوليك يصنع تلتين المين ارتيريال بلاد بريشر. انت فاهم كده؟ حلو قوي. حتى ما قعدت اشرح لك هناك في السي في اس قلت لك كان ممكن ياخدوا السيستول والدايستول يجيبوا المتوسط، قلت لك لا، السيركل بتاعتنا اللي اسمها كاردياك سيركل كانت 5 اتمانها في الدايستول و3 اتمان في السيستول، فكان لازم المين يعتمد اكتر على الدايستول لانه وقته اكتر. كده كلام صح. وناس كتير مش عارفين المعادله بتاعنا المين يساوي تلت السيستول زائد تلتين دايستول. انا بحكي لك الكلام ده ليه؟ بحكي لك عشان متعود ان انا اخليك فاهم كل حاجه بشكل مختلف عن اي حد بفضل الله عز وجل. فعايز اقول لك ان فعلا الفازو دايليتيشن والفازو كونستريكشن ياثر على الديستول، بس انت فاهم حلو قوي ان الديستول هو المين كومبوننت اوف المين ارتيريال بلاد بريشر اللي هو المين كومبوننت بتاع السيريبرال بلاد فلو او السي بي بي. فاللي هيأثر لي على المين ارتيريال بلاد بريشر يا جميل هيأثر لي على السيريبرال برفيوجن بريشر، هيأثر لي على السيريبرال بلاد فلو. طيب حلو. ماذا يفعل الفازو دايليتيشن على المين ارتيريال بلاد بريشر؟ بيقلله. ماذا يفعل الفازو كونستريكشن؟ يعليه. خد معايا بقى المعلومه اللي جايه دي. انت دخلت دم اكتر عن طريق فازو دايليتيشن البرين، دخلت ايه؟ دم اكتر للبرين. ايه تاثير ده على الاي سي تي؟ هنعرف ان الانتراكرينال تنشن في كذا حاجه بتصنعه، منها
الفلويد اللي جوه البرين. طب ما الفلويد جوه البرين مين اللي عباره عن دم وسي سي اف والدم اكتر كمان، فكل ما تدخل دم اكتر للبرين كل ما بيزود الفلويد جوه البرين كل ما يزود ضغط البرين انتراكرينيال تنشن هيزيد حضرتك. اوبا، يبقى كده كمل الصوره. في حين ان انت لو عملت فازو كونستريكشن انتراكرينيال تنشن هيقل انك بتدخل دم اقل از كونتنت للبرين. ماشي يا سيدي. لما تيجي بقى تبص على السي بي بي هتقول لي مش ده عباره عن المين ارتيريال بريشر ناقص الاي سي تي، كاتب لك المعلومه. لما تيجي تبص على الفازو دايليتيشن هتلاقي ان هو نقص لك المين ارتيريال بريشر شويه وزود لك الاي سي تي شويه. ده لوحده سبب يقلل لك السي بي بي، وده سبب تاني يقلل لك السي بي بي، فكده السي بي بي هيقل معانا اكتر واكتر رغم الفازو دايليتيشن. لما نيجي نبص على ناحيه الفازو كونستريكشن هنلاقي ان هو نقص لك الاي سي تي وده يزود لك السي بي بي وزود لك المين ارتيريال بريشر، وده سبب تاني يزود لك سي بي بي. يعني النت ريزلت ان الفازو كونستريكشن يزود لك البرفيوجن بريشر. وطبعا احنا نهينا الموضوع واحنا بنتكلم على الفسيولوجي في سي في اس، وقلت لك ما تقوليش ان انت بتعمل فازو كونستريكشن ازاي البريشر يزيد. ايوه انت نقصت لي الكميه شويه، لكن كانك جبت خرطوم جيت عند فوات الخرطوم وقمت ضيقت الديامتر شويه، فتلاقي ان الفلو بيعدي ببريشر اعلى بكتير. في حين ان انت لما تروح توسع لي الخرطوم قوي كميه بقت كتيره لكن ما بقاش فيه بريشر كويس يضغطهم. اللي يهمني مش الفوليوم بس، اللي يهمني البوشنج بريشر فور ذيس فوليوم. وده اساسيات فيسيولوجي اتكلمنا عليها واحنا في عالم الفاندامنتال، المفروض ان كل الدكاتره عندها فكره عنها كويس جدا بفضل الله عز وجل. يعني نقدر نقول ان الفازو دايليتيشن فعلا قلل لك الريزيستنت يا جميل، ايوه، لكنه في نفس الوقت راح قلل لك كمان السيريبرال برفيوجن بريشر بتاعك. طب تيجي تقول بقى على البلاد فلو عمل ايه؟ ارجع للمعادله الاولانيه، السي بي بي على السي في ار، ده قل بمقدارين ده قل بمقدار 3، المقام قل بكتير، يبقى اذا القيمه كلها تزيد. انا معاك ان الفازوتيشن هيزود لك السيريبرال بلاد فلو، لكن كاتب لك جمله مهمه جدا، ما افرحش بكده. احنا مش بنبص على زاويه واحد، دونت كونسيدر ات الون. ليه؟ لانك دفعت الثمن غالي يا غالي. فين الكلام ده؟ انا يهمني جدا الاي سي تي، رحت زودت لي الاي سي تي عن طريق هذا الفازو دايليتيشن، ورحت قللت لي المون ارتيريال بريشر، وبالتالي قللت لي السي بي بي اكتر واكتر. ايه ده؟ يعني الفازو دايليتيشن مش حلو زي ما احنا كنا فاكرين؟ مش احسن حاجه للبرين بتاع عيانك. لكن لما نيجي نروح عند الفازو كونستريكشن بقى هتلاقي ان نقصك السيريبرال فلو بمقدار برضو بسيط. ليه؟ لان لما تيجي تعمل سي بي بي على السي في ار ده زاد بمقدارين، ده زاد بمقدار 3، برضو الزياده تحت كانت اكتر، في البلاد فلو فعلا هيتاثر ويقل شويه، لكن كان في المقابل كنت نقصت الاي سي تي وزودت البرفيوجن بريشر. نرجع اقول لك تاني، ما تفرحش بالافكت بتاع كل واحد منهم على السيريبرال بلاد فلو الون. انا مش باصص على البلاد فلو اللي داخل وفقط. ليه؟ لان الدم اللي داخل ده برضه هيأثرك على الانتراكرينيال تنشن. عيانك لو مخبوط عنده هيد تروما، او عيانك عنده برين تيومر، او حاله هيموريج زي سب اراكنويد هيموريج، لو 3 حالات اللي انا هدرسهم معاك، كل الحالات دي بيكون الاي سي تي بتاع عيانك غالبا عالي، غالبا مش دايما. فبالتالي ما تروحش تفرح انك بتدخلي دم كتير للعيان وتزود لي الاي سي تي اللي هو زايد اصلا عند العيان ده، ساعتها انت حضرتك بتضره. يعني انت في السلايد دي عايز تقول لي يا دكتور، عايز اقول لك ان الفازو روتيشن مش دايما احسن حاجه، والفازو كونستريكشن مش دايما احسن حاجه، لكن ان جنرال الفازو كونستريكشن في عيان عنده انكريز اي سي تي، او انت عاوز تنزل له الاي سي تي بتاعه عشان جرحك يعرف يشتغل، يبقى افضل بكتير. على الاقل بينقصك الاي سي تي وبيزود لك المين ارتيريال بريشر، وبالتالي هيزود لك السي بي بي. هتقول لي طب ما احنا قللنا السيريبرال بلاد فلو، ودي النقطه الوحشه اللي مش عاجباني. هقول لك يا حبيبي ما في نقطه تانية وزاويه تانية انت مش واخد بالك منها. عيانك نايم جي ايه، ايوه، بمعنى ان السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين عنده قليل، فلو قل السيريبرال بلاد فلو شويه نتيجه هذا الفازو كونستريكشن مش مشكله، لان الكفه الثانيه اللي اسمها اوكسجين نيد برضو قليله، فعندك بالانس بين الاكسجين سبلاي ونيد ان والاس. يعني عيانك مش متضرر من هذا الفازو كونستريكشن زي ما انت فاكر، ده بالعكس مستفيد من كذا زاويه اخرى. وعشان كده هتلاقينا في خانه النيورو بروتكشن اللي احنا قاعدين نحكي عليها بنفضل ان احنا نمشي ناحيه السيريبرال فازو كونستريكشن عشان خاطر الاسباب اللي انا قلت لك عليها دي كلها. ده الفرق بين واحد عنده زاويه واحده الموضوع وواحد تاني عنده كل زوايا الموضوع. طيب الحمد لله السلايد كانت دسمه شويه، كنت عارف ان انا هتعب معاك فيها الحمد لله، بس بعد المجهود اللي احنا بذلناه ده اعتقد الموضوع بقى سهل جدا ولذيذ جدا. طيب احنا دلوقتي
لسه بنكمل مع بعض في خانة الفاكتور. ايوه، وهبدأ اكلمك على هذا السي بي بي اللي هو سيريبرال برفيوجن بريشر بالتفصيل. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لألماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير.